بيكم حبايبي فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل مع بعض الفرخه المشويه دي في الفرن، معاها كمان احلى خضار. هقولك التتبيله بتاعتها ايه، ازاي الصوص بتاعنا بتاع الخضار يبقى باللون الحلو دوت، والفراخ كمان ازاي تطلع معاكي بالشكل ده. هنمشي مع بعض خطوه بخطوه، يلا بينا على طول على الطريقه. بيكم حبايبي فيديو يبقى عندي اول حاجه الفرخه الحلوه اللي احنا شايفينها دي. انا طبعا غسلتها نضفتها كويس، حطيتها في محلول النقع عباره عن ميه وملح وخل ودقيق، وغسلتها وشطفتها كذا مره وسبتها صفتها، وعلى طول هستخدمها بالشكل ده. حطيت ملح وفلفل اسود، وعندي كمان السماق، والسماق ده بيبقى حلو قوي لتتبيله الفراخ. عندي كمان بابريكا، بحط حبة كده كويسين، وبحط كمان عندي كزبرة ناشفة، وعندي كمان شوية من الكاري، وهحط كمان عندي ده توم باودر، كمان عندي كركم بيدي لون حلو قوي برضو للفراخ بتاعتي. عندي كمان دبس رمان، هحط كده شوية، ولو مش متوفر دبس رمان تقدري تستخدمي العسل. هحط كمان شوية من الصويا صوص، وهحط كمان شوية من خل التفاح. الصويا صوص بيبقى فيها ملح، فما تكتريش فيه الملح مادام هتستخدمي الصويا صوص. معلقتين كبار من الصلصة او الكاتشب حسب ما هو متوفر عندك، وهحط عندي كمان شوية من الزيت. هقلب كل بقى المكونات دي مع بعضها. شايفين التتبيله خلطتها شكلها عامل ازاي او لونها عامل ازاي؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه للفراخ. يعني انا دلوقتي مثلا ما حطيتش حاجه تفتح الفراخ، سواء مثلا زبادي او حطيت مثلا عسل ابيض، لا، حطيت الحاجات اللي هي الصويا صوص، دبس الرمان، الكاتشب او الصلصه. الحاجات دي كلها هي اللي بتدي لون الفراخ اللي انتوا شفتوه في بدايه الفيديو. هبدا بقى احط عندي التتبيله كده كلها على الفراخ، وطبعا التتبيله عندي سايله خالص، مفيش فيها اي حاجه جافه، بحيث ان انا تشرب على طول من التتبيله. هحط نص التتبيله على الفراخ، هركن كده الفراخ على جنب، وهبدا بقى اخد الخضار اللي عندي. عباره عن ايه بقى؟ حطي الخضار اللي يعجبك. انا حطيت كوسه، حطيت بطاطس، حطيت جزر، حطيت فلفل الوان، وعندي كمان بصل، وكل الحاجات دي هقلبها مع بعضها في التتبيله الموجوده عندي. كل التتبيله دي هحطها على بعضها. تعالوا بقى كده، احنا جهزنا الفراخ وجهزنا الخضار. هجيب البايركس اللي انا هدخله الفرن، هنزل بيه الخضار بالشكل دوت، اوزع كده الخضار في كل حتة. كمان هنزل عندي بالفرخة، هحط شوية من الخضار جوه في الفرخة من جوه برضو، ياخد من طعم الفرخة نفسها. وهبدأ ان انا اقفل الفرخة، يعني عايزة الم بقى رجليها كده، لو في عندي اي دبارة ببدأ ان انا اقفلها على الفراخ. تعالوا بقى نجيب كده دبارة كده حلوة، ونربط الرجلين مع بعضها، يعني يبقى برضو الشكل يكون مظبوط في التقديم في الاخر. هلف كده على الرجلين دي وبربطها على الناحية التانية. تقدري انك تسيبي الفراخ وتتبيلة الخضار ساعتين 3، يعني براحتك خالص قبل ما تستخدميها، زي ما انت عايزة حسب الوقت المتوفر عندك. انا صراحة ما كانش عندي وقت، فعلى طول دخلتها على الفرن، ما سبتهاش تتبل. هحط بقية التتبيلة كده عليها. وطبعا يعني التتبيله برضو اللي احنا عملناها دي، علشان هي زي ما قلت لك انها سايله، فشربت على طول الفراخ منها، والخضار اتبل عليها كويس جدا. هحط بقى شويه كده من السمنه او الزبده حسب ما متوفر عندك. ونبدا بقى ان احنا نقفل عندي البايركس بتاعي
هجيب عندي ورق الزبدة علشان بس الفويل ما يبقاش ملاصق على طول بلحم الفرخة. هجيب بقى ورقة الزبدة بتاعتي، بحط عليها ورقة الفويل، هقفل عليها كويس. انا ما حطيتش اي سوائل ولا اي ميه ولا اي حاجه. كل الحكايه الخضار بالفرخه هتنزل الميه بتاعتها، وهي دي اللي هتسوي لي الفرخه. حطيتها في الفرن على درجه حراره 220، قعدت بالظبط ساعه. كانت الفرخه بالشكل دوت، شايفين شكلها مستوي كويس جدا. بعرف ازاي انها مستويه بالسكينه كده، طالما انها لقيتها ما طلعتش ميه يبقى سليمه. شايفين البطاطس كمان مستويه معايا، الكوسه، كل الخضار مستوي وجاهز معايا. وصفة سهلة جدا وبسيطة. ده شكل البايركس بتاعنا والوصفة بتاعتنا النهاردة. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تجربيها وتقولي رأيك ايه. ولو ليك اي اسئلة او تعليق اكتبيها لي على قناة نانا تشانل، واشوفكم في فيديوهات تانية.